السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. كما شفتوا في العنوان، اليوم راح نعملوا مع بعض كيك مالح. وصفة أخرى كنت درت معكم وصفة، اليوم راح نعمل معكم الوصفة أو نتقاسم معكم إن صح التعبير وصفة أخرى من الكيك المالح. نتمنى إن شاء الله تعجبكم. نجوزوا المقادير وطريقة التحضير. هنا واش عندنا 3 حبات تاع البيض يكونوا متوسطين الحجم كما شفتوا. نخلطوهم شويه بالفوي، ومن بعد نزيدوا 120 غرام حليب و80 غرام زيت. كميه تاع صدر الدجاج طايبه في لاصوص بلانش كي برد فتتناه. عندنا ايضا رشه تاع الفلفل الاسود ورشه تاع تابل الدجاج، رشه صغيره او نصف ملعقه تاي تاع ثوم مغبره. وعندنا ايضا كميه تاع الملح. وشنو الملح ما نكتروش لانه عندنا التابل تاع الدجاج مالح. وكنت درت ملعقه اكل تاع صلصه السلطه اللي هي بالثوم المعمر والمعدنوس، وكنت درت لاصوص سلطه، وكنت درت ملعقه اكل قهوه ايضا كاتشاب. هذا كان الفيديو، كان التصوير راح لي. ايضا زدت 190 غرام فرينه مع باكي لا ليفور. راكم شفتوا الفرينه كنت نزيد فيها غير بالعقل باش نعرفوا نديروا بالعقل ونشوفوه باش نشوفوا التكستور تاع العجينه. راكم عارفين الفرينه دائما نروحوا ليها واحده واحده. واش زدنا 2 ملاعق اكل تاع معدنوس مفروم و50 غرام جبن مبشور. ايضا هنا ما التليفون كان يطفى لي ساعه لساعه في التصوير. المهم مقادير راني قلتهم لكم وراني نزيد نحطهم لكم في صندوق الوصف. هنا واش نديرو، شدينا المول هذايا، المول يعني اختياري. حكمنا ايضا قطعه تاع ورق الطهي، شمخناها بالماء كيما شفتوا عصرناها باش يسهل علينا نمونطيوها في المول. ومن بعد واش راح نديرو، نفرغوا الخليط هذاك في المول. وشنو ما فرغوهش كامل لانه المول جاني شويه صغير على الخليط. ندير شويه نسوي ونشوف. هنا تخصني شويه نزيد لها كميه صغيره، والاخرى نخليها نطيبها في ليمول وقت اخرين. نسوي مليح. ومن بعد واش راح نجيب ليمول تاع لي باركيت. ايضا ندير لهم نفس الخطوه تاع البابي كويسون ونعمرهم كما راكم تلاحظوا. هنا باش تشوفوا يعني تنجموا ديروها في اي مول، في المول تاع لي باركيت، المول تاع لي تارتلات، تحبوا المول تاع لي كاب كيك، يعني كيما حبيتوا ديروها. في المول تاع الكيك العادي المستطيل هذاك، الكيك المدور، يعني ديروها كيما تحبوا. هاي لكم كيما شفتوا الحبه التاليه خدمتها معكم. شمخت البابي حطيته ومن بعد فرغت الكميه تاع الخليط هذاك، وندي نطيبها في فوق 180 درجه حتى وين يحمروا. هام لكم الحبات بعد ما طابوا وحمروا، شوفوا يتنحوا بالساهل. يعني البابي كويسون هذا يساعد بالبزاف في المطبخ. واش راح نديرو، نشدوا هذيك لاصوص بلونش اللي طيبنا فيها صدر تاع الدجاج، نسخنوها مليح حتى وين يولي يغلي كما راكم تشوفوا. ونسقي كل حبه بملعقه تاع اكل من المرقه تاع الدجاج كما راكم تلاحظوا. هنا ما لازمش تكون الحبه ولا القطعه مشمخه بزاف وما تتكلش يعني هكذاك ثاني ناشفه يعني. وكاين اللي حب ياكلها ناشفه، يعني الاختيار يرجع لكم. انا نعطيكم الوصفه وانتم ديروا كيما تحبوا. نسقيو كامل كما راكم تشوفوا ملعقه ما نزيدوش. والبودان هذاك اللي طيبناه في المول كيف نسقيوه بالمرق هذاك. يعني نستعملوا 4 حتى 6 ملاعق تاع اكل من المرق هذاك. ومن بعد واش راح نديرو، نخليوهم واحد ربع ساعه حتى وين يشربوا. كي يشربوا نحوهم البابي هذاك ونكملوا لهم التزيين. هنا التزيين واش عندنا قطعه تاع جبن شيدر. واش راح نديرو كتتبيله، نرشوا رشه خفيفه تاع فرينه كما راكم تلاحظوا. وشوفوا الجبن راني من الفوق للتحت من الفوق للتحت، يعني مانيش نروح ونولي. وعلاش؟ باش يخرج لكم هكذاك طويل وباش ما يتلاصقش. راكم شفتوا الجبن الشيدر طري كي نكرفجوه يتلاصق في بعض وبعض. نديروا له رشه خفيفه تاع الفرينه كما راكم تشوفوا ونخلطوا. هنا الفرينه ما راحش نستبدلوها، بصح راح يعطينا منظر شباب تاع الجبن كما راكم تلاحظوا. ما يوليناش جبن يعني ملبس في بعض وبعض ولا متعجن في بعض وبعض. هكذا راح يكون
متفارز. نزينه بحبة تاع زيتون اسود ولا بقطعة تاع الطماطم ونحطوه في صحن التقديم. هنا نروحوا للبودة، نقطعوه دي ترونش. قبل ما نقطعوه كما راكم تلاحظوا ايضا هنا كملت قطعه واحده اخرى تاع الجبن الشيدار، كرفشته وزدت له رشه خفيفه تاع الفرينه كما راكم تلاحظوا، وخلطت خفافي باش ما يتعجنليش. وراح نقطع هذاك البودة، نقطعو دي ترونش. العرض تاع الترونش ما نفوتش 2 سنتيمتر. راكم تلاحظوا هاي ليك. واش نديرو، هذيك لا سيرفاس تاع القطعه نشمخها شويه بالمرقه ماشي حاجه، ومن بعد نكمل نزين بالجبن المبشور، ونحط قطعه تاع طماطم للتزيين ونحطها في البليسي كما راكم تلاحظوا. نكمل كامل البودة ونحطه في صحن التقديم ونعاود نرجع لكم. هاي لكم الوصفة في نهايتها في صحون التقديم. هم لكم لي باغيت اللي عملناهم مع بعض. شوفوا يعني ما شاء الله كيفاش طايبين من الداخل. نقسم معكم حبة، جاو خفاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتعطوني رايكم في التعليقات بكل صراحة. هاي لكم، وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفة وتجربوها وتعتمدوها في شهر رمضان ان شاء الله. الى وصفة اخرى ان شاء الله، مع السلامة.